السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طائرة علي بابا، كده تم وصف الطائرة اللي مسكتها السلطات الزامبية من أيام بمطار دولتهم، واللي كانت خارجة من مطار القاهرة متحملة بملايين الدولارات والذهب. يا ترى عايزين نعرف الحكاية بدأت ازاي وايه اللي حصل بالظبط؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة. بس في البداية ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. يلا بينا. لو سألت سؤال بسيط لأي مصري وقلت له تعرف ايه عن زامبيا، هيقول لك انها دولة افريقية بتلعبنا في تصفيات كاس العالم، لا اكتر ولا اقل. انما بقى لو سألت دلوقتي تعرف ايه عن زامبيا، هيقول لك انها الدولة اللي مسكوا فيها الطائرة المتحملة بالدولارات والذهب. وهنا بدأت الحكاية. من ايام طلعت طائرة خاصة من مطار القاهرة لمطار زامبيا في امان الله، عادي مفيش اي مشاكل. واذا بمدير عام مكافحة المخدرات في زامبيا اللي اسمه ناسون باندا يعلن في 15 أغسطس توقيف الطائرة دي وتفريغ محتوياتها. وهنا كانت المفاجأة، له كمية كبيرة جدا من الدولارات اللي تقدر بحوالي 5,600,000 دولار، وحوالي 127 كيلو ذهب، وحوالي 5 بنادق و126 طلقة على حسب ما قاله موقع BBC. وألقوا القبض على 10 أشخاص بالطائرة، من بينهم 6 مصريين وواحد زامبي وواحد أسباني وواحد هولندي وواحد من دولة لاتفيا. وقال ناسون باندا إن الطائرة المتحفظ عليها تحمل علامة جلوبال إكسبريس TZWW، واللي معرفش طائرة جلوبال إكسبريس فهي طائرة لرجال الأعمال والمشاهير، ويقدر ثمن الطائرة دي حوالي 40 مليون جنيه. وأكمل ناسون إنه تم إيداع المبالغ المظبوطة بالبنك المركزي في دولة زامبيا. خلال فترة التحقيقات واحد صحفي سأله هي الطائرة دي جاية منين ورايحة فين؟ رد عليه وقال له إنها جاية من القاهرة لزامبيا، وبعد كده كانت هترجع القاهرة مباشرة تاني. ولما حصل الخبر ده كل المواقع نزلته زي المصري اليوم وقناة العربية وغيرهم، لكن بعد كده تم مسح الخبر من جميع المواقع بعد ما جات لهم التعليمات بده. ولكن كان الوقت فات والمصريين كلهم عرفوا الحكاية. ابتدت السوشيال ميديا كلها تتكلم عن الموضوع ده، الطائرة دي ازاي جت وخرجت من مصر، خصوصا ان مطار القاهرة مزود بكمية كاميرات حوالي 2500 كاميرا بتوزع طبعا على المطار كله. طيب مين هو مالك الطائرة الحقيقية دي؟ لحد دلوقتي محدش يعرف بالظبط، ولكن كل البيانات اللي تم الوصول ليها ان الشركة اللي بتدير الطيارة دي اسمها فلاينج جروب ميدل ايست. الشركة دي اتأسست في نوفمبر 2020 ومقرها دبي بالإمارات المتحدة. وده بيخلينا نستغرب لأن معظم رحلات الطيارة دي من مصر لدبي والعكس، واللي وصلت لحوالي 26 رحلة. ولحد دلوقتي التحقيقات لسه شغالة بسبب الموضوع اللي قال بالسوشيال ميديا كله. وبكده تكون حلقتنا خلصت. ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.